لك فين؟ قلت هنطلع وسايبنا 5. والله؟ اشتغلت مع 600 شغلانه. محمد عيل صغير بس أرجل من ناس كتير، شايل هم أمه وإخواته ال5 على ظهره، اشتغل أكتر من شغلانة وكله علشان يأكلهم بالحلال بعد ما أبوه طلق أمه. محمد هدفه إن هو يكرم أخته ويجيب لها جهازها كله علشان تتجوز. ساعدوا معانا محمد واعرفوا قصته في الفيديو ده. مين محمد؟ بيشتغل إيه؟ وليه الناس كلها متعاطفة معاه؟ كل ده وأكتر هنعرفه مع بعض في الفيديو ده. الرجولة طبع وهبة من ربنا بتتولد بيها، لا بتتشري ولا سهل تلاقيها في أي حد. ومحمد اللي معانا في الفيديو ده ما شاء الله عليه خير مثال على كده. صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. والله انا بطلع من هنا. انا دلوقتي معايا 100 جنيه تمام. لما ال 100 جنيه الثانيه يبقى معايا 200 جنيه. ستي كل يوم عايزه مني 200 جنيه. من كام يوم كان في واحد ماشي بعربيته في موقف العاشر بالقاهرة، فوجئ جنبه ان في عيل صغير واقف في قلب الموقف عمال يبيع مناديل وكمامات. استغرب الطفل ده واستغرب كمان صغر سنه وشكله النظيف ومرمطته في شغلانه زي دي في مكان زي ده، فراح عليه وسأله اسمك ايه وبتعمل ايه هنا. وهنا كان موعدنا علشان نعرف قصة اجدع ولد في مصر، صغير عمره 15 سنة بس راجل، والرجولة في طبعه وهمته وخوفه وحرصه على اهل بيته. بتعمل ايه؟ انا بصراحه نفسي في حاجتين كتير. ايه؟ اول حاجه سجلة اختي تمام. سجلة اختي تمام. تاني حاجه اروح المدرسه. محمد لما بدأ بالكلام ظهر انه ناصح، واد صغير بس دماغه موزونة، عاقل للكلام والكلمة ما بتطلعش منه غير في مكانها. محمد قال ان ابوه طلق امه من فترة وسابهم هو واخواته ال5، ومن وقتها محمد طلع يدور على شغل علشان يساعد في مصاريف البيت ليه ولامه ولاخواته اللي منهم بنت على وش جواز. وهو شغال دلوقتي انه بيجهز لها جهازها كله من الالف للياء، شايف نفسه راجل وهو المسؤول عن جوازة أخته وربنا يعينه ويقويه. محمد بيعمل في اليوم من شغله في بيع المناديل والكمامات بتاع 200 جنيه، بيروحهم كل يوم لأمه يشوفوا هيعملوا فيهم إيه، يقسموهم جزء لبضاعة شغله تاني يوم وجزء يروح لجهاز أخته والجزء التالت يسددوا بيه الديون اللي عليهم. زي مثلا الراجل بتاع الفراخ في منطقتهم ليه عندهم 600 جنيه من رمضان، كل ما يتوفر مبلغ مع محمد بيروح يسددوا ليه. اشتغلت بتاع كهربائي تمام وبتاع سيارات. اشتغلت بتاع ميكانيكي عربيات، حل فتيس التنزيل تمام. واشتغلت عربيات اللي هي الكبيره التريلا. محمد وزي ما بيقول في الفيديو اللي نشره اليوتيوبر الشهير يونس محمد، فمحمد الصغير اشتغل كل حاجة من أول ما أبوه طلق أمه وانفصل عنهم، ومحمد عمال بيلف أي شغلانة تقابله يدخلها. اشتغل سمكري عربيات وحداد في ورشة حدادة وحتى في كهرباء عربيات النقل، العربيات الكبيرة دي اللي ما بيشتغلش فيها غير الحريف قوي. والواد الله أكبر عليه عنده موهبة وذكاء ربنا كرمه بيه، خلاه يدوس في أي حاجة، بيلقط ويتعلم الصنعة بسرعة جدا. اي صنعه بقى اديله اول الخط وهو هيكمل. انا اقول لك صراحه لو ساعدني انت كنت في خيره. يساعدك بايه؟ ساعدني بس اخش المدرسه وسدد الدين اللي عليا. محمد للي عايز يساعده او حتى عايز يتعرف عليه فهو بنفسه هيقول لكم رقمه دلوقتي، ركزوا فيه كويس واسمعوه اكتر من مره علشان لو حد فيكم حابب ان هو يساعده. قول رقم تليفون كده عشان لو حد عايز يوصل له. 011 2 4 9 4 4 005. لحد هنا ونكون وصلنا لنهاية الفيديو. انتم ايه رأيكم في محمد وشهامته وخوفه على امه واخواته وبالتحديد اخته اللي على وش جواز وهو شغال ان هو يوفر لها جهازها كله؟ اكتبوا رأيكم عن محمد في التعليقات.